السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة لنهار اليوم. وصفة سهلة معنا، هي وصفة الخضر في الفرن أو بطاطا كوشة اللي درتها بطريقة هايلة، طريقة اللي معتادة، لكن درت لها إضافات اللي راح تخليها تزيد لها واحد البنة يعني هايلة هايلة هايلة. درك شوفوا كل شي راهو طايب، كل شي راهو بنين. هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، راح نحضروه مع بعض بطريقة بسيطة جدا، لكن راح يختلف الجو نتاعو. ونشوفوا طريقة من البداية، يعني طريقة سهلة جدا، كل شي طايب يعني ما شاء الله. شوفوا، اذا نروحوا مباشره. واش عندنا، واش راح نديرو؟ فوالا، عندي حبه تاع بصله، عندي زوج حبات تاع طماطم، وعندي الحر. هنا راح نروح نقطعهم، نحطهم بجيه. فوالا، درت البصل درتو شرائح، طماطم قطعتها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، تقدروا تربيوها. والحار راح نبيكيه هنايا، يعني نتفادى الحراره تاعو. نتوما تقدروا تقطعوه، اللي يحب الحار واللي ما يحبوش ما يديروش. اذا بهذه الطريقه قطعتهم كامل. هنا واش عندي اضافه، راح نزيد لهم البطاطا. بالنسبه للبطاطا اللي كان حبيتوها تجيك بنينه، اقليوها، قطعوها دوائر واقليوها بهذه الطريقه وما تندموش عليها. وفي الوصفه تاعنا لنهار اليوم حبيتكم تستفادوا منها بهذه الطريقه، لاني قليتها في الزيت العادي. فوالا، قطعتها دوائر، نحيت لها هذاك النشا اللي تطلقوا لنا، وتجينا معجنه شويه. هذه الطريقه يعني راح تجيك هايله هايله هايله. المهم، بطاطا تقليوها وتحطوها. عندي طرف تاع الدجاج، هنا عندي جنحين. انتم حبيتوا ديروا اي قطعه من الدجاج، وكيما تقدروا تستغناو عليهم، يعني اختياري. بالنسبه للدجاج تاعنا، على بالكم بلي ليه يطيب ما يطولش، مش كيما اللحم. تقدروا تضيفوها باللحم، يعني اختياري. انا عندي اللوبيا مشطو، تقدروا تستغناو عليها كيما تقدروا ديروها، كيما تقدروا ديروا اي خضر تحبوهم نتوما. يعني هذا الطبق راح تاكلوه نتوما، يعني راح ديروا الحاجه اللي تحبوها. هنا درت هذيك اللوبيا مشطو، نخلي هذه المقادير اللي عندي. انا راح نستغنى على الباقي، هذه تكفيني. فوالا، نروح للتوابل. عندي توابل شاورما، عندي كمون، عندي سكنجبير بالنسبه للدجاج، عندي فلفل اسود، وعندي فلفل احمر عكري، كيما عندي الملح. هنا درت الفلفل الاحمر، راح نزيد له كذلك الزنجبيل، لاني درت الدجاج. اذا درتو اللحم راح تستغناو على سكنجبير. فوالا، ندير لها الفلفل الاسود، وراح نزيد لها التوابل الكمون، وراح نزيد لها كذلك توابل الشاورما. هنا بالنسبه هذه التوابل اختياري بالنسبه لكم. كاين توابل ما تحبوهمش تقدروا تستغناو عليهم، وكاين توابل تحبوهم تضيفوهم اختياري. هنا التوابل هذه راني غير كيما شريتها، راح نحطها في البلارات. لان عندي الحار، عندي قرفه. المهم راني وجدتها على بها، راني حطيتها في الاكياس كيما هذا الفلفل كذلك اليابس. هنا راني وجدت فيهم، راح نحطه في البلارات غير كيما شريتهم، يعني تعطيكم نكهه باينه بلي جديده. هنا راح نزيد لهم الملح. ديروا الملح كميه مليحه، كونتيتي مليحه، لانه هذه الخضر كامل تحتاج الملح، وسيرتو الدجاج يحب الملح. وهنا ضفت لهم الزيت. بالنسبه للبطاطا اكيد ملحتها وقليتها، يعني راهي مالحه من قبل. هنا راح نروح نقلبهم في الوعاء هذاك اللي عندي، راح نقلبهم حتى يختلطوا كامل المكونات مع بعضهم. بالنسبه لهذا الجبن رابي، هنا قطعته شويه خشين، ما درتوش في راب رقيقه. وراح نضيفه ونعاود نقلب. هنا راح يزيد يعطيكم واحد البنه وواحد الطراوه كذلك، يعني راح يزيدكم في الطبق يعني بنه هايله. هنا واش راح ندير، راح نحط هذاك الخليط كامل اللي حطيته تاع الخضر وتاع الدجاج والبصل والطماطم كلش، راح نحطه في صينيه تدخل الفرن. راح نحط هذاك الحار نعدلو، باسكو لازم يدخل لي لداخل. لو كان نخليه من فوق راح شغل يشلفط لي هكاك وما يطيبليش. هنا نعدلو بهذه الطريقه. بقات لي هذيك شويه تاع الجبن اللي كانت اللي خليتها، راح نضيفها كذلك. نضيفها من الفوق، يعني ما تحتاجش كونتيتي كبيره، غير كميه قليله برك، لاني درت فيه لداخل بهذه الطريقه. وهنا واش راح ندير له، راح نغطيه بالبابي كويسون.
لازم لو بابي كويسون باش يطيب لي هذاك الدجاج مليح وطيب لي هذيك ليغيم كامل. البطاطا على بالنا بلي طايبه لكن راح تطيب مليح، ما تخافوش منها. ونديرلو بابي الومنيوم وراح نغطيه مليح، راح نحطو ندخلوه للفرن. فوالا راح نشعل عليه لدرجه قصوى، ما تخافوش منه كامل لانه الطماطيش هذيك اللي عندنا راح تطلق المرق تاعها. فوالا يطيب لنا ما شاء الله. خليه من ساعه حتى لساعه ونص. فوالا بعد ما خليته فايت الساعه، هنا راح نحيلو هذاك لي بابي نحيهم له كامل. نشوفوا الطبق تاعنا راهو نصف جاهز. فوالا نحيلو بهذه الطريقه. ردوا بالكم على صباعتكم لانه حامي بالبزاف، ولا فابير هذيك راهي تحرق يعني ضربه بضربه. فوالا شوفوا الطبق راهو من بعيد وحده يباني شهي بهذه الطريقه. شوفوا هذاك راهو الجبن اللي يتلاصق هكذاك، نحيه نحطو بجيه. فوالا نحط هذا الطبق، راح نعاود نردو للصينيه تاع نعاود نردو الفرن عفوا. راح نشعل عليه غير من فوق، من فوق يعني من قبل كنت مشعله عليه من اسفل، دوك راح نشعل عليه من فوق. نخليه ياخذ لي واحد التحميره خفيفه ما با واحد 10 دقائق ونطفي عليه يعطينا هذه النتيجه. شوفوا يعني واش نقول لكم، من الاحسن انكم تجربوه وتذوقوه وترجعوا عليه الخبر، باسكو راهو عنده واحد البنه، واحد البنه. وشنو هو زادتو البطاطا المقليه زاتلو بنه، لانه من قبل نقدروا نديروها بطاطا يعني ماهيش طايبه كامل، فخي نحطوها هكذاك كي قليتها زادت له واحد البنه هايله. شوفوا لي ليغيم كامل طايبه. الماشطو اللوبيا ماشطو فين راني فورتها من قبل، فورتها لكن ما اخذتش وقت كبير لانه الدجاج كذلك لازم تلو يطيب حتى هي طيب معاه. اذا درناها باللحم نقدروا نديروها مباشره يعني بلا ما نفورها شويه. وفوالا هذا هو الطبق تاعنا نهار اليوم، ساهل ماهل ويشهي وما ياخذش الوقت بزاف يعني في التحضير تاعو. تحطوه صح ياخذ الوقت في الفرن لكن ماهيش حاجه، يعني طبق هايل ما شاء الله صيفي وخفيف وكذلك على المعده خفيف كذلك. جربوه جربوه ان شاء الله تنجحوا فيه، واكيد سهله بزاف، اكيد راح تنجحوا فيها. بالتوفيق ان شاء الله.